السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا طيبين وبخير. قبل أي شيء ما تنساش تصلي على حبيبك المصطفى وتذكر اسم الله. بصوا يا جماعة، أنا عايزة أفتح معاكم النهاردة موضوع من أهم المواضيع اللي ممكن نتكلم فيها. الموضوع ده بيرجع الروح للحياة، بيخلي القلب يحس إنه لسه عايش بجد. والموضوع ده إزاي أعود لربنا بعد الغفلة والمعصية. على فكرة يا جماعة، كل واحد فينا من غير استثناء ليه لحظات ضعف، ليه أوقات بيغفل فيها عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ليه ذنوب بينه وبين ربنا يمكن محدش يعرفها غيره، يمكن محدش شايفها غير اللي خلقه. ممكن حتى هو نفسه مش قادر يبص لنفسه في المراية من كتر تقصيره. بص بقى، أنا جاية النهاردة أطمنك وجاية أقولك إن مهما كانت ذنوبك، مهما كانت غفلتك طويلة، مهما كان بعدك شديد، مفيش مستحيل أبدا. لأن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الغفور، اسمه التواب، اسمه العفو. هو اللي بيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تخيل معايا الآية دي: يا عبادي، رغم ذنوبنا لسه بينسب لنا كلمة يا عبادي، بيقولك يا عبدي. مع انك قصرت بيقولك لا، اوعى تقنط، يعني اوعى تيأس، مهما عملت انا موجود، انا بابي مفتوح. خليني اقولك حاجة: الغفلة مش بس انك تسيب الصلاة او انك تقع في معصية كبيرة. الغفلة ممكن تبقى في قلبك، انت تبقى بتصلي بس قلبك مش حاضر، بتذكر ربنا بلسانك بس من غير قلب، عايش في الدنيا وناسي انت ليه اتخلقت اصلا. المعصية يا جماعة مش بس الكبائر اللي بنفتكرها، ساعات كلمة ممكن تكسر بيها قلب حد، على فكرة ده ذنب كبير. نظرة والعياذ بالله حرام، وقت ضيعته بعد طاعة، كل دي معاصي. السؤال بقى بعد كل ده انا ازاي ارجع لربنا سبحانه وتعالى؟ اول خطوة واهم خطوة هي الصدق مع نفسك. اقف كده مع نفسك وقفة حقيقية واسأل نفسك: يا ترى انا فين من ربنا؟ يا ترى انا راضي عن حالي؟ طب هل لو انا مت دلوقتي هقابل ربنا سبحانه وتعالى باللي انا فيه ده؟ مجرد السؤال ده هيكسر حواجز كتير جدا جواك. بعد كده التوبة الصادقة. التوبة يا جماعة مش كلمة وخلاص، التوبة ندم وإصرار وقرار إنك تقول: يا رب أنا غلطت بس مش هرجع تاني. سيدك وحبيبك النبي قال: الندم توبة. يعني مجرد دمعة تنزل من عينك خوف من ربنا ممكن تبقى سبب إن هي تمسح ذنوب كتير جدا. بعد كده قطع أسباب الذنب. مفيش توبة مع استمرار في نفس البيئة اللي انت بتغلط فيها. يعني لو الذنب سببه صحبة سيئة لازم تسيب الصحبة دي، لو سببه مكان لازم تبعد عنه، لو عادة لازم تحاربها وتلاقي لها بديل. بعد كده بنيجي بقى للطاعة والاستغفار. عمر وقتك بالصلاة في وقتها، مش بس فرض، دي حماية ليك ولقلبك. بعد كده قراءة القرآن، هو مش بس أجر، ده شفاء. الذكر والاستغفار مش كلماته بس، دي غسيل للقلوب. عارفين سيدنا نوح قال لقومه ايه؟ قال لهم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني الاستغفار مش بس غفران للذنوب، ده رزق وخير وبركة في كل حياتك. بعد كده أو الخطوة اللي بعديها وهي الصحبة الصالحة. القلوب يا جماعة بتتأثر باللي حواليها، يعني لو صاحبك ده بيذكرك بالله هتلاقي نفسك من غير ما تحس كده سبحان الله بتتغير، ولو العكس هتلاقي قلبك بيبعد اكتر واكتر. فخلي بالك من صاحبك لان الصاحب ساحب. بعد كده الصبر على نفسك. ما تتخيلش انك هتتوب وتلاقي نفسك كده ملاك في يوم وليلة، لا، التوبة دي رحلة فيها مطبات، فيها شد، فيها جذب، ممكن تقع قوم تاني. الفرق انك ما تستسلمش، الفرق انك تقوم بسرعة وتقول: يا رب انا اسف، يا رب انا راجع لك. علشان الكلام يدخل القلب، خليني احكي لك كده قصة الراجل اللي قتل 100 نفس ورغم كده ربنا غفر له لانه كان صادق في رجوعه. قصة كمان سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، عاش 30 يوم مقاطع، لا حد بيكلمه ولا بيسلم عليه،
الدنيا صراحة ضاقت بيه قوي، لحد لما ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه وأنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم الدين. ليه بقى؟ لأنه كان صادق، ما كانش منافق. كمان قصة الصحابي اللي كان بيشرب الخمر، كل شوية يجلدوه، فقالوا له ايه؟ لعنه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، اوعى تلعنوه، فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. رغم ذنبه كان قلبه متعلق بربنا وبسيدك وحبيبك النبي. بعد كده ايه اللي حصل؟ ربنا تاب عليه. القصص دي يا جماعة بتقول لنا ان ربنا مش بيبص لذنبك، لكن بيبص لقلبك، لصدقك، لنيتك. انا عايزة اقول لكم حاجة من قلبي، الرجوع لربنا مش بس توبة من ذنب، دي بداية عهد جديد مع ربك سبحانه وتعالى، حياة تانية مليانة راحة وسكينة وسلام. والله ما فيش أجمل من لحظة سجدة تقول فيها يا رب أنا رجعت لك.